واظبي على الامتنان يا صديقتي، ما تخلي هيك مجرد تمرين تعمليه لما يجي على بالك او لما يكون عندك وقت. لا، اخلقي له وقت، اجعليه جزء من نمط حياتك. كل يوم خصصي ولو بس 5 دقائق، اطرح السؤال: على ماذا استطيع ان امتن اليوم؟ وفكري شوفي هي الاشياء اللي فيك تمتني فيها بمحيطك، بعلاقاتك، بنفسك، بالاشياء اللي ربنا يسر لك اياها، الناس اللي وضعهم بطريقك، الدروس اللي عم تتعلميها، التوسع اللي عم تتوسعيه. يمكن اول شيء اللي حتلاقي فيه صعوبة انك تلاقي اشياء تمتن عليها كتير، ما بيأثر، بس شوي شوي ومع العادة رح تلاقي فيه كتير اشياء انت اصلا ناسية تمتني. كل ما تشوفي حالك عم تشتكي وعم بيطلع من تمك كلام فيه شكوى، عم يطلع بعقلك فكرة فيها شكوى، فيها سوء ظن، فيها احساس بالفقر، لانه مين اللي بيعدك الفقر؟ هو الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر. وترجع تتحول للامتنان. هلا امسكي ورقة وقلم واكتبي لي 20 شغلة عندك اياها ممكن تمتني عليها اليوم.